ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة يوم جميل. الشغف. اتبع شغفك، اكيد سمعت الكلمة دي 6200 مليون مرة. تعال نعرف ايه معنى كلمة شغف من ويكيبيديا. هو شعور بالحماس الشديد او رغبة لا تقاوم تجاه شخص او شيء ما. الشغف ده مش رفاهية زي ناس كتير ما فاكرة، لا ده اساس النجاح، اساس ان الواحد يكون غني. الشغف بيفيد المنتج عشان بيقدر يعمل اللي بيحبه وبيجيب له فلوس كتير، وبيفيد المستهلك علشان بتتقدم له خدمة بجودة عالية. أغلب الناس في وظائف هما مش حابينها وحاسين بأمان مزيف عشان فعلا مش عارفين ايه اللي عايزينه. خليك فاكر، عشان تكون غني استثمر في نفسك، يعني اتعلم مهارات جديدة طول الوقت. الطريقة سهلة وبسيطة اهي. من غيره هينتهي بيك الوضع في وظائف مرهقة بمكسب قليل. مفيش وقت تعمل فيه هواياتك، جودة قليلة للمستهلك، إدمان قهوة، إدمان أكل، إدمان سجاير، إرهاق وأمراض. إزاي أكتشف شغفي؟ اقعد في الأوضة وفكر لساعات طويلة. أنت بتحب إيه؟ إيه اللي شاغل تفكيرك طول الوقت؟ انزل وخاطر وجرب حاجات كتير. اسأل أصدقائك وأهلك هما شايفينك موهوب في إيه. في النهاية الناس اللي بتعيش شغفها بتغتني ومش بتعاني من أي أزمات مادية، لأنها بتحط قيمة عملاقة في اللي هي بتعمله. الناس لما بتشوف ده بتبقى على أتم الاستعداد إنها تدفع لهم دم قلبها، وبكده هما مش بيعانوا من عبودية الأجر، وهم دول اللي بيطوروا من البشرية وبيخلوها تاخد خطوة لقدام. الناس دي بتكون قليلة جدا. محدش هيعلمك الكلام ده، لأن باباك ومامتك ومدرسك ودكتورك في الجامعة وقعوا في فخ عبودية الأجر. لازم تخش وتقرا بنفسك عن الناس اللي فعلا عاشت الحياة اللي هي عايزاها. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. السلام.